عملنا عصير الشمندر او البنجر بالبرتقال والجزر، تمام، ومعلقه عسل واحده تكفي عشان الحرقان بتاع المعده، ولو بعسل بيكون افضل من الايه السكر بكتير، وقيمه غذائيه عاليه لاطفالنا الصغيرين، واللي عنده نقص في الانيميا، واللي عنده نقص في الحديد وفيتامين سي، يعني قيمة غذائية عالية. نتمنى ان الفيديو بتاعي يعجبكم. طبعا عملنا ووصلنا بالمانج الجميل ده ازاي لحد فين ومنين. يلا بينا نخش المطبخ بتاعنا ونعمله سوا. يلا بينا، بس صلوا على الرسول ووحدوا لا اله الا الله. سلقناه زي ما انتم شايفين كده. يلا بينا هنعمل ايه بالبنجر هقول لكم، بس دلوقتي هنعمل عصير برتقال وجزر وبنجر. ليه؟ عشان القيمه الغذائيه العاليه، عشان الحديد، عشان الانيميا، يرفع لنا الانيميا، تمام، بالنسبه للحامل والمرضع والاطفال واللي عندهم انيميا واللي بيعانوا من نقص فقر دم. بدل ما ناخد نقل دم، لا، نستعين بالحاجات اللي في البيت بتاعتنا الجميلة الحلوة دي. طب احنا هنحط ايه يا بطوط عليها بقى؟ نحليها بايه؟ هنحلها بعسل نحل. لا بطوط، عشان تبقى قيمة غذائية عالية وكاملة متكاملة. يلا بينا يلا بينا. طبعا المكونات هنا جزراية وبرتقانتين وواحدة بنجر او شمندر زي ما بتقولوا بتسموه ببلدكم. هو كده معانا، هنصفيه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. صليت على الرسول ووحدت لا اله الا الله. معنا الجمال والحلاوة دي. الله 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 الله. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ها؟ ايه ده بقى؟ يا خبر ابيض يا بتوت على القيمة الغذائية الجميلة الحلوة دي، بجد حاجة كده خرافة خرافة خرافة. ايه رأيكم بقى؟ واحد يستنى الفطار يجي عشان يشرب الشوب ده. ممكن تقسميه على كاسات، انا كنت حاطه الكاس على اساس يتبقى في حاجه، ما يا دوبك المانجا الحلو بتاعي ده خلاص انتهى انتهى بجد بجد. شوب ملوش حل. عايزه اخد شفطه دلوقتي ندوق الطعم. طبعا انا حطيت معلقه عسل واحده بس. التحليه دي حسب الرغبه، ممكن تزودي العسل، ممكن تزودي تحطي سكر بدل العسل، بس انا افضل العسل طالما احنا عايزين قيمه غذائيه وحاجه ترفع الانيميا بتاعتنا وتخلي الحديد والحاجات فيتامين سي وكده، يعني خرافه بجد. هي معلقه عسل بكفايه علشان ايه المعده وكده، وتبقى حاجات هاديه وجميله. حتى تفرد الفريزر عندك تلج. طبعا احنا الجو برد دلوقتي ومش محتاجين ان احنا اي حاجه خالص. الحاجات ديت انا سلقت البنجر وسلقت الجزر وحطيتهم في التلاجة لما بردوا، وبعدين اشتغلت عليهم دلوقتي. تمام زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده، بالمنظر ده كده، بصراحه تحفه تحفه. واولادك على فكره هيحبوه جدا جدا جدا. وطبعا احنا فاكرين الاستاذ فؤاد المهندس الله يرحمه، يعني بجد كانت فوازيره من الفوازير الجميله الجميله الجميله. وطبعا ما ننساش برضو بوجي وطمطم، ماشي، والف ليله وليله. وما ننساش حبيب الملايين محمد صلاح وعروستنا الجميله. تمام. ايه رايكم بقى اما نحط لهم بقى الكاس الجميل ده كده؟ ها ايه رايكم؟ بجد حاجات بسيطه بس بتفرح وبتدي روح جميله وبتعيشنا في اجواء رمضان والكوره والعرايس وعروستي. وان عجبكم الفيديو بتاعي يا ريت تدعموني بلايك، تكتبوا لي كلمه حلوه، واشكركم واشوفكم على خير في فيديو جديد. كانت معاكم فاطمه الجندي.